حتى دول ما يقدروش يستخدموا الطيارة إلا بعد موافقة الحكومة الأمريكية قبل أي إقلاع. الاستثناء الوحيد طبعا هو الكيان اللي له الحق في تشغيلها بدون الرجوع للحكومة الأمريكية بأي شكل. دول كمان عدلوا عليها وأصدروا إصدار جديد وهو F-35I أدير، طيارة واحدة بتشتغل للجيش الأمريكي والبحرية والقوات الخاصة. طيارة بتقدر تشوش على الرادارات وتعطل أنظمة توجيه الصواريخ وتفضل مخفية عن أنظمة الدفاع الجوي، وده للأسف كان السبب في قدرة الكيان على اختراق المجال الجوي الإيراني الفترة اللي فاتت. وأنظمة الدفاع الجوي الإيراني كانت بتتدمر من قبل حتى ما ترصد الطيارات دي. لكن بالرغم من كل المميزات القوية دي، خليني أفاجئك وأقول لك إنها مش أخطر طيارة في الترسانة الأمريكية. أنا بكلمك عن طيارة تانية برضه من صنع لوكهيد مارتن، وهي F-22 رابتر. الجيش الأمريكي بس هو اللي بيمتلك الطيارة دي، وممنوع يبيعها لأي دولة في العالم غير برامج مكلفة جدا جدا زي برنامج المقاتلة المشتركة الأمريكية جوينت سترايك فايتر، أغلى برنامج للتسلح في التاريخ